السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض أصابع الجلاش بالكنافة، من أحلى وأسهل الحلويات اللي ممكن تعمليها، طريقتها سهلة وبسيطة جدًا، وهتطلع معاكِ كمان أحلى من الحلواني 100 مرة، وهاقول لِك على التريكات البسيطة اللي تخلّيها الكنافة منِّك ما تحجرش من جوّه، وكمان التسوية الصح للجلاش عشان يطلع معاكِ بالجمال ده، وهاقول لِك إزاي تعملي الشربات المضبوط، يالّا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تنسوش اللايك على الفيديو، بجد شكرًا لكل حد بيحط لايك أو بيقول كلمة حلوة في الكومنتات، شكرًا جدًا. يالّا بينا نسمي الله ونبدأ الطريقة على طول. أول حاجة هنحضّرها هو الشربات، عايزينه يكون بارد، فبالتالي أول حاجة هنحضّرها عشان خاطر على ما نخلّص الجلاش يكون برد. مقاديره معايا كوبايتين من السكر، وكوباية ونُص من المَيّة، عصير نُص ليمونة أو معلقة كبيرة من عصير الليمون، وكمان معايا معلقة كبيرة من العسل الأبيض، وده اختياري ممكن ما تحطّوهوش عادي لو مش متوفّر عندِك، ولو كان متوفّر عندِك عسل جلوكوز هيبقى أحسن طبعًا وأفضل، ممكن تضيفي معلقة. هاقلّبهم تقليبة خفيفة كده وأبدأ أرفعهم على النار. نرفعه على نار عالية في الأول، بابدأ أقلِّب بالراحة خالص السُكّر عشان يبدأ يدوب يختلط مع بقية المكونات. خلّي بالِك ما تحاوليش تخلّي ذرّات من السُكّر تيجي على أحراف الشربات عشان ما تكرملش معاكِ أو تخلّي الشربات يسكّر. بعد ما نتأكد إن السُكّر داب وإن الشربات بدأ يدخل في مرحلة الغليان، هنوقّف تقليب ومش هنقلِّب تاني خالص، وبعد كده هنبدأ نهدّي النار عليه ونسيبه يغلي حوالي 7 أو 8 دقايق، وفي الآخر بنطفي عليه ونضيف كيس من الفانيليا. اركنيه بقى على جنب وسيبيه لحد ما يبرد براحته خالص. بعد كده هنبدأ نحضّر الحشوة، معايا ربع كيلو من الكنافة كانت متجمدة موجودة في الفريزر، بابدأ أطلّعها وأبدأ أفرُكها ما بين إيديّا زي ما أنتم شايفين كده. بتتفرك بكل سهولة، التجميد بيخلّيها سهل جدًا إنها تتفرك معايا وتتحوّل لقطع صغيّرة بالشكل ده. بعد كده هابدأ أحمّرها في معلقتين كبار من السمنة البلدي، طبعًا يُفضّل السمنة البلدي لإنها بتدّي طعم أحلى. بعد كده هاقلّب الكنافة مع السمنة كويس جدًا وأبدأ أقلّب فيها لحد ما تاخد لون دهبي فاتح. أول ما تاخد لون دهبي فاتح زي ما أنتم شايفين معايا كده، خلاص أنا مش هاغمّقها أكتر من كده، لإن طبعًا لسه الكنافة كمان هتدخل الفرن، فبالتالي هتغمق أكتر، فأنا مش عاوزاها تغمق أكتر من كده. أول ما تاخد معاكِ لون دهبي حلو زي اللون ده، هتبدئي تفضّيها على طول في طبق عشان ما تاخدش معاكِ لون زيادة، وتسيبيها تبرد براحتها. زي ما أنتم شايفين معايا كده أنا هنا فضّيتها وخلاص سِبتها تبرد براحتها. لازم الكنافة تبرد خالص، ما تضيفيش عليها أي حاجة وهي سخنة. بعد خلاص ما بردت بقى تبدئي تضيفي الإضافات اللي أنتِ عاوزاها. أنا مثلًا هنا هاضيف حشوات، طبعًا الحشوات ده بيكون على ذوقِك. أنا هنا هاضيف نُص كوباية من السوداني المجروش، عليهم معلقتين كبار من جوز الهند، وهابدأ أقلّبهم كويس جدًا في الأول. طبعًا ممكن تضيفي أي نوع مكسرات تاني اللي أنتِ تحبيه أو المتوفر عندِك زي ما أنتِ عاوزة. بعد كده هاضيف عليها 3 أو 4 معالق من الشربات اللي إحنا لسه عاملينه، عشان خاطر يدّي تماسك حلو للحشوة والحشوة تكون متماسكة جوّه الجلاش. خلّي بالِك عشان الكنافة ما تحجرش معاكِ جوّه الجلاش، ما تضيفيش عليها شربات تقيل جامد جدًا، لأ خلّي قوام الشربات يكون وسط أو يكون حتى خفيف، زي بتاع البسبوسة، لكن ما تحطيش عليها شربات تقيل، الشربات التقيل هي اللي خلّاها تحجر معاكِ. بعد كده معايا نُص كيلو من الجلاش، لازم نغطّيه كويس جدًا عشان خاطر ما ينشفش مننا، لو ما غطيتيهوش بفوطة هينشف منِّك ويبدأ يتكسّر، فلازم أول ما تفكيه من الكيس تحطيه على طول عليه فوطة وتغطّيه، وكمان يُفضّل تكون الفوطة مندية حاجة بسيطة جدًا عشان خاطر ما ينشفش منِّك. بعد كده هنحضّر الصينية اللي هنعمل فيها الجلاش، هابدأ أدهنها بمعلقتين كبار من السمنة، وبعد كده بقى هنبدأ نلِف الجلاش مع بعض. معايا كوباية إلا ربع من السمنة البلدي مسيّحاها وهابدأ أعمل بيها الجلاش. هابدأ أجيب ورقة الجلاش وبفرشة أبدأ أمسح مسحة بسيطة جدًا من السمنة، ما تكتريش في السمنة، أنا عايزة مسحة خفيفة جدًا. هابدأ أدهن ورقة الجلاش كلها. لازم تكوني موزعة السمنة كويس جدًا، وبعد كده هابدأ أتنيها، يعني هاتني حوالي تلتها بالطريقة دي زي ما أنتم شايفين معايا كده، وأرجع أدهنها برضه مسحة خفيفة جدًا من السمنة. بعد كده هابدأ أضيف الحشوة، طبعًا سُمك الحشوة على مزاجِك، يعني لو عايزاها حشوة كتيرة براحتك، عايزاها حشوة خفيفة، مش عايزة تعملي حشوة كنافة أساسًا وعايزة مكسرات بس، طبعًا ده يرجع ليكِ في الآخر. هابدأ أضيف الحشوة زي ما أنتم شايفين معايا كده، وأبدأ أضبّطها وأبدأ ألِف عليها ورقة الجلاش، وأنا بالِف بقى هاضغط كويس جدًا زي ما أنتم شايفين كده باضغط في الأول وأساوي الحشوة معايا، بعد كده هابدأ ألِف وألِف وأضغط في نفس الوقت. عشان الجلاش يطلع معايا متماسك وكمان الحشوة تكون متماسكة أكتر معايا في الآخر. بعد كده هاخد الورقة بعد ما لفيتها كويس وأبدأ أحطها في الصينية اللي إحنا لسه دهنينها، أرصها زي ما أنتم شايفين معايا كده. كل ما ألِف ورقة هابدأ أرصها في الصينية.
بجد الموضوع ما بياخدش منِّك وقت ولا مجهود، سريع جدًا هتخلّصيها اللفة في 10 دقايق، وبجد من أسهل الحلويات اللي هتعمليها، وزي ما أنتِ شايفة كده أنا باجيب الورقة وأبدأ أمسحها كويس جدًا مسحة سمنة خفيفة، مش لازم طبعًا أكتّر السمنة، أنا بس بامسحها مسحة خفيفة، بس تكوني موزّعة المسحة كويس جدًا على الجلاش، وتكون الورقة كلّها عليها سمنة، بعد كده هاتني تِلتها وأبدأ أمسحها برضه مسحة خفيفة، بعد كده هابدأ أحط الحشوة وأسويها. زي ما أنتم شايفين كده أي حشوة بتقع ترجعيها تاني الطبق ونرجع نحشي بيها تاني عادي ما فيش أي مشكلة، بعد كده هاقفل على الحشوة كويس جدًا زي ما أنتم شايفين وأبدأ أضغطها كويس، وبعد كده هابدأ ألِف وأضغط في نفس الوقت عشان تطلع معايا الجلاش في الآخر متماسك والحشوة كمان متماسكة، لفّي واضغطي في نفس الوقت، ما تخلّيش الجلاش يكون مهوي لأ، أنا عايزاه مضغوط، وبس كده خلاص وأي حاجة بتقع برضه زي ما قُلنا بنرجعها في الطبق، وبعد كده هابدأ أرصها على طول في الصينية. وخلّي بالِك بما إننا إحنا في الشتا، فهتلاقي السمنة بتجمد منِّك بسرعة، فلو لقيتيها جمدت ارجعي سيّحيها تاني، لإن طبعًا ما ينفعش تفرديها على الجلاش وهي مجمدة، هتعمل معاكِ طبقة كبيرة، فطبعًا الأفضل إنِّك ترجعي تسيّحيها وتستخدميها تاني، وطبعًا زي ما إحنا قُلنا مستخدمين سمنة بلدي وده الأفضل لإنها بتدّي طعم، لا ما ينفعش تستخدمي زبدة، لإن الزبدة ما بتدّيش قرمشة، الزبدة بتطرّي، طب لو زيت، لأ الزيت برضه بيدّيها خلّيها ناشفة معاكِ أكتر. ما بتبقاش المقرمشة وفي نفس الوقت دايبة، لأ هي هتبقى ناشفة معاكِ جدًا لو استخدمتِ زيت. هي الأحسن إنِّك تستخدمي السمنة البلدي، هي أحلى طعم. ممكن لو حابة يعني تحطي نُص كوباية من السمنة وربع كوباية من الزيت ماشي، بس ما تزوديش ربع كوباية من الزيت، أكتر من كده ما ينفعش، هيطلع معاكِ في الآخر ناشف جدًا، فالأحسن إنِّك تستخدمي السمنة البلدي. بعد كده خلاص هاكمّل بنفس الطريقة لحد ما أخلّص لفّات الجلاش، وزي ما أنتم شايفين كده القفل بتاع اللفة بيكون تحت ما يكونش فوق عشان خاطر ما يفُكِّش منِّك، وطبعًا إحنا بناخد الورقة وبنغطّي بقية الورقات ما بنسيبهاش مكشوفة عشان خاطر الجلاش ما ينشفش منِّك أو يتكسّر، بعد كده هاكمّل بنفس طريقة اللف وطريقة الحشو لحد ما أخلّص معايا كمية الجلاش اللي معايا كلّها، طبعًا بنلِف الورقة وبعد كده على طول نحطها في الصينية أو الصاج اللي معانا. خلاص بعد ما خلّصت لفة الجلاش اللي معايا، هابدأ أقطّعه، هاقطّعه طبعًا الحجم اللي أنتِ عاوزاه، الحجم بيرجع ليكِ في الآخر، قطّعيه الحجم اللي أنتِ تحبيه، وطبعًا بالمقاس اللي أنتِ عاوزاه، أنا هنا هاقسّم الرول الجلاش على 4، أنا هنا بالنسبة لي الحجم ده مناسب، بس طبعًا كلّه يرجع ليكِ في الآخر. طبعًا ما تقطّعيهوش بعد ما يخرج من الفرن، لإن هيكون خلاص قرمش ونشف، فبالتالي لمّا تيجي تقطّعيه هيتكسّر معاكِ، بعد خلاص ما قطّعته هابدأ أدهن وشه بالسمنة. هادّي له مسحة سمنة حلوة كده عشان خاطر ياخد معايا لون دهبي لمّا يدخل الفرن، بعد كده هنكون مسخّنين الفرن من قبلها بحوالي 10 دقايق لحد ما يسخن كويس على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط للفرن، بعد كده أول ما ياخد لون دهبي حلو من تحت خلاص هيكون استوى، هابدأ أولّع عليه الشواية على الهادي لحد ما ياخد لون دهبي حلو، بعد كده أول ما يطلع ويكون خلاص خَد لون حلو، هابدأ على طول أسقيه بالشربات اللي معايا، طبعًا الشربات بارد وهو هيكون سخن، هابدأ أسقيه على طول زي ما أنتم شايفين معايا كده. لحد ما يخلّص كمية الشربات اللي معايا، هو ما شاء الله خَد كمية الشربات اللي إحنا عاملينها كلّها، وزي ما أنتم شايفين كده هاسيبه يشرب براحته، بس طول ما هو بيشرب هابدأ أحرّك الصاج أو الصينية اللي معايا من جميع الاتجاهات، عشان خاطر الشربات كمان يدخل حشوة الكنافة وتبدأ تشربها كويس لحد ما يتشرّب كمية الشربات كلّها. هنا أنا كنت سِبته خلاص براحته لحد ما شرب كمية الشربات كلّها بتاعته وخَد كفايته منها، ولو في أي شربات زيادة ممكن تصفّيه عادي، ما فيش أي مشكلة، بجد متأكدة بعد الطريقة دي استحالة تشتريه من برّه تاني، بجد أحلى من المحلات وأحلى من أي حلواني 100 مرّة، وهيطلع معاكِ مقرمش وفي نفس الوقت دايب ذوبان وناجح معاكِ من أول مرّة، وبكده تكون خلصت وصفتنا، يا ريت ما تنسوش اللايك على الفيديو، ولو أول مرّة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة.